السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي ليكم وفيديو جديد وحلقة جديدة من أخبار وكواليس النادي الأهلي. ما تنسوش لايك وشير علشان المعلومة توصل لغيرك، وصلي على النبي في التعليقات وقول عاش النادي الأهلي. مبدئيا أبدأ معاكم بالخبر المتداول والأخبار عن إقالة لجنة التخطيط وإعادة هيكلة داخل النادي الأهلي. خلاص تغيير كابتن خالد بيبو، إقالة الجوادي المترجم، وإقالة الكابتن زكريا ناصف والكابتن محسن صالح من لجنة التخطيط، وإقالة أمير توفيق والعمل كمدير تنفيذي لشركة الكرة بالنادي الأهلي، وعودة هيثم عرابي. كل الأخبار دي صحيحة يا جماعة، في إعادة هيكلة داخل النادي الأهلي علشان المناصب دي يتسلمها شباب عنده فكر مختلف. طبعا كابتن زكريا ناصف وكابتن محسن صالح تاريخ واسم كبير وعظيم، ولكن الفكر قديم شويه، والخوف والتخطيط في صفقات على القد، كأن النادي الاهلي نادي لم يحصد بطولات، نادي لا يملك شيء، وانت بتتكلم عن اكبر نادي في الشرق الاوسط، بل من اكبر انديه العالم من حيث كل حاجه، ومشرف للكره المصريه وكبير الكره الافريقيه. اروح مع حضراتكم لمحمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم بنسبه كبيره في يناير اللي جاي في الانتقالات الشتويه هتشوفه في مانشستر يونايتد. الكلام فعلا صحيح. حد يقول لي كوبري ومش كوبري، ده ملناش فيه، احنا بايعين اللاعب. ما علمته ان نادي نيس الفرنسي اللي بيضم محمد عبد المنعم، النادي ده يا جماعه مالك النادي يمتلك 25% من نادي مانشستر يونايتد، ولكن الصفقه خلاص احنا بايعينها، واللاعب نتمنى له كل التوفيق، يا ريت نتمنى نشوف محمد عبد المنعم في مانشستر يونايتد. دي حاجه ما تزعلش خالص، يعمل اسم وتاريخ، وده شيء يشرف النادي الاهلي، ونكون مبسوطين له كلاعب محترم يستاهل كل خير واسم وتاريخ. اشرف داري انا قلت في فيديو من كام يوم مع حضراتكم من قبل ما حد يتكلم ان الكابتن محمود الخطيب اتكلم مع وكيل اللاعبين المغربي كريم البركي، اللي جاب لنا بالمناسبه رضا سليم وجاب لنا بدر بنون قبل كده، عن اشرف داري. نادي بريست الفرنسي اللي يمتلك اللاعب اشرف داري بيقوم بضم مدافع جديد تحسبا لانتقال اللاعب اشرف داري الى النادي الاهلي المصري، ونزلت منشور قبل كده وقلت اللاعب خلصان. اروح لمحمد علي بن رمضان. اخبار ومواقع تونسيه كتبت، ونفس المواقع اللي كتبت دي يا جماعه، انا نزلت منشورات بروابط نفس المواقع اللي كتبت دي قبل كده، نزلت اخبار ان علي معلول راجع تونس تاني. لا اساس له من الصحه. محمد علي بن رمضان سيلعب اليوم مباراته مع الفريق المجري، مجرد ما النادي الاهلي يحول فلوس اللاعب يصل القاهره بكره او بعد بكره. ما علمته الاعلان عن الصفقه يوم الاثنين. بن رمضان شمال يمين هيكون لاعب في النادي الاهلي. اللي بيحصل كله ضغط وصياح طرب بصراحه من جمهور الترجي التونسي. ولو تفتكروا حسني عبد ربه لما كان ماضي للنادي الاهلي، وجمهور الاسماعيلي ضغط عليه لدرجه ان هو خد نعش وقابل بيه حسني عبد ربه، عشان كده تم التراجع. فجمهور الترجي بيعمل كده وبيضغط، واعلام تونس بيضغط على محمد علي بن رمضان، ازاي تفضل النادي الاهلي المصري على الترجي ناديك اللي انت متربي فيه. ولكن بن رمضان لاعب داخل النادي الاهلي، واشرف داري ايضا. تحياتي ليكم، دي كانت اخبارنا. وحاجه بسيطه يا جماعه، النادي الاهلي بيفكر في ضم مهاجم فلسطيني والتراجع عن المهاجم كيفن كارلوس الاسباني النيجيري علشان عدد الاجانب. ممكن نشوف عمر فرج الفلسطيني، ممكن نشوف عدي الدباغ، ممكن نشوف حد تاني. تحياتي ليكم، دي كانت اخبارنا النهارده، وانتظرونا في فيديو جديد وكواليس جديده. تحياتي ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.